معظمنا بيحب ياكل كيكة البرتقال في الشتا. النهاردة هنتعلم بطريقة بسيطة خالص ازاي نطلع قوة طعم البرتقال من البرتقانية نفسها ونعمل بيها أحلى كيكة برتقال هناكلها في الشتا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنحتاج 3 برتقانات متوسطين كده في الحجم، وهناخد طبعا بشر البرتقال بتاعهم. هنبدأ نبشر البرتقال بتاعنا. عايزين نبشر البرتقانة في اتجاه واحد بشكل دائري كده، ان دي احسن طريقة لبشر البرتقال عشان ما بتطلعش معانا الطبقة البيضاء الداخلية بتاعة البرتقال. الطبقة دي لو دخلت بتعمل مرارة. هنبدأ نبشرها بالطريقة دي في شكل دائري. تعالوا بقى بصوا، بيبقى الشكل ده. لو بشرناها بالطريقة الرايح جاي دي زي ما انتوا شايفين كده، تعالوا نجرب. بصوا، هنبشرها كده رايح جاي الطريقة اللي احنا متعودين عليها، هتطلع معانا اللون الابيض ده. هنكمل بشر بقى ال3 برتقانات بنفس الطريقة، هيطلع معانا الشكل ده. اللي فاضل بقى هنبدأ نبشره كده برضو واحدة واحدة لحد ما البرتقال يبقى مفهوش ولا حتة بشر فاضلة، ما خليناش فيها حاجة تقريبا. وهو ده البشر اللي طالع معانا. هنجيب بقى كوباية سكر، وهنحط 3 معالق سكر كبار على البشر اللي طلع، وهنبدأ بالمعلقة كده نخلطهم كويس مع بشر البرتقال بتاعنا لحد لما يطلع معانا زيت. الزيت اللي هو جوه قشرة البرتقال، هو ده اللي بيعمل الطعم القوي جدا اللي بيبقى جوه الكيكة. نفضل نعمل كده بالمعلقة بس ندعكها كويس لحد ما يطلع معانا زيت كده. اول ما الزيت ده يظهر زي ما انتم شايفين، يبقى احنا كده طلعنا الزيوت اللي هي فيها قوة الطعم اللي جوه بشر البرتقال. هننزل بقى الخليط اللي عملناه ده على بقية كمية السكر اللي كانت عندنا، وهنبدأ نفرك البشر البرتقال بكمية السكر كلها. نفركها بإيدينا كويس جدا، طبعا إيدينا تكون نضيفة. بالطريقة دي هتخلي كل حباية سكر جوه الكيكة متحملة عليها طعم البرتقال وزيوت البرتقال اللي كانت موجودة في القشرة. الحركة دي بتخلي فعلا الكيكة طعمها برتقال قوي جدا. خلصنا خلاص، هنسيب الخليط ده على جنب، وهنجيب بقى البرتقال اللي احنا كنا بشرناه ومش هنسيبه في حاله النهارده، هنقطعه نصين وهنعصره علشان العصير بتاعه هناخده ونكمل بيه الكيك. هنقطعه انسس وبعد كده نبدأ نعصره في العصارة. عايزين تعصروه بايديكم، الاسهل معاكم المتوافر عندكم استخدموه. هنصفيه وهيطلع منه حوالي كوباية عصير، وهيبقى شوية كده هنستخدمهم بعدين. كوباية عصير هناخدها نحطها على خليط السكر بالبشر البرتقال، وهنقلبهم كويس بويسك او بسباتولا او اي حاجة. احنا ممكن تستخدموا كل الحاجات دي تحطوهم في الخلاط. عليهم كوباية زيت، وهنقلب تاني. بعد كده نحط 3 بيضات ورشة فانيليا. لو عندكم فانيليا سائلة بتبقى احلى، مكانش عندي النهاردة. وهنقلب كويس بالويسك زي ما قلت لكم وتحطوه في الخلاط. وهنجيب كوبايتين ونص دقيق، نحط عليهم رشة ملح، معلقة بيكنج باودر، معلقة بيكنج صودا. بيكنج صودا هنا عشان احنا مستخدمين برتقال فهو حاجة هنضيف. وهننزل خليط اللي عملناه على الدقيق. اللون البرتقاني ده لون خطير وريحته تحفة. هنقلب كويس بالسباتولا او بويسك او اي حاجة، مش بنقلب كتير، يا دوب بس يندمجوا مع بعض. التقليب الزيادة بيخلي الجلوتين يطلع زيادة، فبيخلي في الاخر الكيكة جامدة وناشفة وطعمها مش حلو. اهم حاجة ما يبقاش فيه اي كلاكيع دقيق فاضلة. لما لقيت كلاكيع دقيق قلبتها بالويسك علشان كلاكيع الدقيق تروح لحد ما اوصل لقوام الكيكة. قوام الكيكة بيبقى زي ما انتوا شايفين كده، هو ده القوام المظبوط. اهم حاجة انتوا تشوفوا القوام بنفسكم، ان هو بيطلع كل مكونات تختلف حسب كل واحد. طالع سايل شوية نزود شوية دقيق، او طالع ناشف شوية هنزود شوية عصير. هصبه بقى في القالب، انا مبطناه بورق زبدة، ممكن زبدة ودقيق عادي. هصبه وادخله في الفرن اللي هو متسخن من قبل كده، كنا مسخنينه على 180. وانا بقلل بس درجة الحرارة، بوصلها ل 170 وادخلها، بتقعد حوالي ساعة الا ربع كده. وبعد كده بجهز الصوص اللي بحطه فوق الوش، عبارة عن كوباية سكر بودرة، وازود عليها حوالي 4 معالق عصير برتقال. بس انا بزودهم بالتدريج علشان ما يخفش مني فجأة. هقلب كويس وهشوفه اذا كان محتاج ازود شوية عصير برتقال ولا لا. لو عندكم لسه بشر برتقال حطوا عليه، هيدي طعم تحفة. هزود شوية عصير برتقال وهقلب تاني،
وانا هزود بقى حاجه، هزود معلقه جبنه كريمي بتدي له طعم تحفه، بس دي اختياري يعني، لو عندكم استخدموها، ما عندكوش مش مشكله، وطعمه برضو بيطلع حلو جدا. كده الصوص خلاص، وكده كمان الكيكه خلاص. نقطعها بقى ونقدمها كده ونحط عليها الصوص اللي عملناه. بجد الطعم خطير، وريحتها طبعا برتقان في كل حته، طعمها وهمي. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وتفعلوا زرار الجرس عشان تشوفوا كل الوصفات الجديدة. وبالهنا والشفا، باي باي.